رب الفيديو ده وصل لمليار واحد مسلم عشان يتظبطوا بقى، لان احنا فعلا احنا فين، بالذات مصر احنا فين؟ والله العظيم احنا فين من يعني من ايه اللي من الاسلام والدين، ايه اللي بيحصل ده؟ يعني لما الافراح كلها كده والخروجات كلها كده والجامعات كلها كده والنوادي كده ايه ده بقى؟ يعني انا ما بحبش انزل من البيت برضه علشان كميه، لكن ما بالكم بقى باهم حاجه في حياتي اللي هي مراتي او عرضي. اكيد مش هظهرها، ولا اكيد انت المفروض تظهرها. انا يعني انا برضه ما اتمناش في حياتي قد ان كل اب يغير على بنته وكل زوج يغير على مراته، عشان نبقى مجتمع حلو، عشان ما نبقاش حيوانات، عشان ما يبقاش كله في كيكه كده. مش عايزين الكيكه دي مش حلوه. الله اقسم بالله برنس، انا اشوف انت النهارده صديقي الراجل اللي عمل كده قدر يتحكم في مشاعره عشان فعلا راجل. لكن الحب والهبل والعبط اللي بنقعد نعمله قبل الجواز ده غلط. فارجوكم نظفوا المجتمع شويه عشان احنا نعرف نعيش. يعني انا اي واحد بقى مريض او كده، يا عم لا يا عم خلينا نتفرج يا عم. محدش بيحب للاسف الصح ومحدش بيحب المواجهه. فانا زي ما قلت انا مش والله ما هفلتر الكلام ده بالذات، واللي يزعل يزعل ان شاء الله يا رب. كل اللي كانوا عندي يبقوا ديوسين وزعلوا دماغك في اقرب حيطه. للاسف ما فيش هنا الا جبال، اخبط دماغك فيها ارجوك. والله العظيم مش فارق معايا زعلك ابدا. والله انت قد كده، انت بالنسبه لي قد كده. على الاقل ما يبقاش ريحه عطرها من على بعد 70 كيلو شاممها، ما تبقاش نازله متسقسقه في ازازه برفيوم عشان انت شيك يا راجل يا شيك. حد بقى انت بتحبه وروحك فيه ده غلط، ما تعملوش بالله عليك، ما تعملوه قبل الجواز. النبي ما ضرب دي اكبر غلط. ما تحبش قبل الجواز، الحب يجي بعد الجواز. صح، الحب يجي بعد الجواز. دي اول سفريه تقريبا انا سافرها لوحدي بالعربيه، او سفريه انا سافرها من غيرها. يعني كان قبل كده بيبقى من غيرهم، كنا بنبقى راكش على بعض مش انا وهي بس، انا وباباها ومامتها. وكان انا عشان بحبك وعشان عايز احافظ عليكي وخايف عليكي فبعمل كده. لكن هستفيد ايه؟ يعني الناس الكبيره العاقله انا كده ماشي. انا نزلت قولوا لي ايه الاستفادات اللي ممكن استفيدها من الموضوع زي ده. لكن كمان ما نبقاش احنا في نص العلاقه ولا كده ونقعد ننقح على بعض ونقول ده انا ما كانش قصدي انت، لا ده اصل انا كنت بهزر، كنت بقولها بهزار. والله العظيم كان بيتقال لي كده. حاجات بتوجع، كلام بيوجع جدا، كلام بيعمل جدا. الكل شايف ان انت تقصدني، واحنا زي ما قلنا احنا كلنا عيله في بعض، فعارفين انت بتعمل كذا وبيجوا خلي شكلك انت اللي وحش، وانت اللي هتبقى مكروه. ماشي. فماشي من الغلطات ان احنا موضوع ندخل الاهل، وموضوع ان احنا ما نقبلش النصايح ابدا من حد او كده. فالمهم احنا بقى كنا وصلنا لمرحله تغير بقى، لان زي ما قلت لكم كان عندها صحبات مش كويسين، عندهم حته فيه مثلا مش كويسين بالنسبه لي وبالنسبه للدين، حته الاختلاط وفي الحاجات كده. بس كلنا فينا عيوب يعني. بس انا كنت شايف ان هو من احسن ليكي ان انت تبعدي مع يبقى ليك اصحاب. بالعكس انا عايز يبقى ليك اصحاب، صحبات يعني بنات، وعايز يبقى علاقتك كويسه مع تدخلوا مع مثلا مع اخواتك ومع اهلك، مع باباك ومع مامتك، مع بنات خالتك ومع كده يعني. والله العظيم انا اللي كنت بقربها من الناس دي اقول لها هم طالما ده كويس وخالتك كويسه مثلا، اختك كويسه، اخوك كويس، مش عارف ايه، طب هم دول ناس كويسين جدا. صاحبتك الفلانيه دي كويسه، صاحبتك الفلانيه دي كويسه. لكن هم 4 أو 5 بالاسم كذا 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 كذا، دول وحشين عشان فيهم كذا كذا، عشان اهو، وعشان هتلاقي بصي بقيت شبههم ازاي. يعني هو ده الشغل يعني في كل حاجه. انت بتبقى عماله بتقول بقى اصل شخصيه ومش شخصيه. بص انت فين شخصيتك؟ فين؟ مفيش شخصيه، لان انت بقيتي كوبي بيست منهم. ويا ريت في الحلو ده يعني خدتوا الوحش كله من الشكل بقى فانا كنت بتكلم في حته اللي هم دول. فجت لا 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 وسين اللي هو الكبير من اهلها يقول لي لا ده لا ده عايز بقى 3 كيلومترات الاتجاه نحو المخرج الى اليمين على بعد 3 كيلو. انت بتقول لي على بعد 3 كيلو هعمل ايه؟ انا هبقى فاكر. فجيت على الهلا قلت له شخصيتها كنت بعيد عن الناس، ده انت ونملى دماغها بالكلام ده ان هو ده شوفي ده عايز يعمل فيكي ايه، ده بيتحكم فيكي، ده عايز يبعدك عن كده. فعامة ما كنتش بزعل من الكلام ده يعني اللي هو حاليا خلاص بقى. والله العظيم في وقت انا كنتش بزعل منه. انا فعلا انا كده، انا مش ملتزمين. انتوا بتتكلموا مش انا فيا كده فعلا.
ده انا متحكم اصلا، أنا خلاص سايب شغلي وانا نصر يعني رائد اعمال. فعندي مش هقول لكم 50 بيزنس، شغل كتير جدا جدا. فانا بقى هسيب شغلي واسيب الرياضه والعب جيم، هسيبها واسيب صحابي واسيب قرايبي واسيب حبايبي واسيب الناس كلها، وهاجي بقى ايه، هتحكم في بنتكم. هاجي اتحكم في انا كده بقى، انا فاضي ماليش حاجه. انا حياتي كلها محورها ان انا اتحكم في الشخص ده. لا حول ولا قوه الا بالله. والله لازم كنت بقعد اقول لهم كده، ايوه قشطه حاضر ان شاء الله حاضر. هريح دماغي. حاضر اصل لو قعدت اجادل ماشي مع مثلا حد اكبر مني، فانا مش هعرف مش عارف اقول لك ايه الصراحه. معلش كنت بحاول اتحكم فيها، يا ربنا يهديني يا رب. ما اقعدش اتحكم فيها، اتحكم انت فيها، اتحكم انت فيها. مش عارف اقول ايه والله العظيم، ما بقيت عارف فعلا. فاكيد انا مش يعني الواحد مش هيسيب دنيته كلها ويشوف بقى انا هتحكم في مين ولا هعمل في مين خالص. عشان لو حد برضه يعني ممكن يبقى في حد تاني مريض سمع الفيديو، واتمنى يا رب تخرج منه يبقى شايف ده انت شوف ده بيتحكم منها، ده بيلغي شخصيتها، ده عايز حياتها كلها تبقى بص عروسه ماريونيت في ايده. الله والمخرج الى اليمين. ماشي. ايه بجد والله العظيم ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ليه انا ابقى عايز اعمل كده؟ ايه اللي خلاني سبت حياتي كلها ورحت للشخص ده بالذات وبقيت عايز اتحكم فيه؟ ايه العته ده؟ ما تعالوا يا جدعان بقى، يعني والله العظيم ما نقل الكلام يا عمر اللي بتاخدها. اليمين باتجاه الطريق المنحدر. حاضر يا عم فهمت. فما نقعدش مش اي حاجه ونقعد نرمي بقى، ده انت بتعمل، ده انت فيك، ده انت فيك، ده انت فيك. طب كل واحد يبص على اللي فيه بقى الاول. يعني كل واحد، انا والله العظيم يعني كان احيانا بقى لو دي مش نصايح، هي دي بقى اللي الواحد ما يقبلهاش، حاجات هي مش فيك اصلا. نحو اليمين باتجاه الطريق. ويجي حد يقول لك ده انت نرجسي، ده انت عايزها زي ما انت قلت كده عروسه في ايدك، ده انت بص متجبر متحكم متشدد اي حاجه على وزن متفاعل. هو انت كده ده انت عارف بقى ان انت لا ناصح ولا انت بتنجان، انت بتطلع من حياتي ولا اقدر اطلعك جبال تحفه اللي مش هنفسي اصورها لكم والله. بس طبعا لما اروح انا اصور كل ده يعني انا هسيب يعني ولا انا هعمل لكم هصور بقى والتخييم انا عشت تجربه حلوه قوي. بتبقى الانعكاس حتى شايفين الجبال اللي هو اعتقد دلوقتي بقت ورايا تبقوا شايفينها في الفيديو هنا. بنصور بالكاميرا الاماميه يعني. ده ايه؟ واضح ان في جميع ابتدائي بقى نخش بقى على سينا بقى كمان بقى، مش لازم اصور في راسي عشان مش كل شويه نقعد نعملها. استنى طلعها، مش عارف لو قدامي اللي لقيتهم بيطلعوا لا الحمد لله. الاتجاه نحو الطريق المنحدرة. ايه الطريق المنحدرة دي؟ مين يعني؟ كان عامل زي البني ادمين. الله يحرقك. راح فين؟ دي الطريق المنحدرة؟ انت هتوديني فين؟ ده اموت دلوقتي والله العظيم انا مش كده. فلما تلاقي حد عمال بقى يعني مش مثلا بيصلح فيك ولا بيقول لك على العيب كذا مره فعشان يصلحه او كده، لو هو بيحبك انا بلف حوالين النفس. اللي عملته يا جوجل ان انت لففتني حوالين النفس مش هتفرج على الجبل اللي عاجبك ده. واه والله العظيم ممكن لي ده طريقتي مش عارف انا اعمل ايه. الكلام ده في الغالب اشيله من المونتاج، بس انا عامه بحب الهزار وبحب اقعد اهزر اصلح مع نفسي، بقعد اقول لنفسي كده انا مجنون، بقعد اكلم ناس كتير. ممكن الفيديو والله العظيم انا ممكن اعمل فيديو يعني برضه ولا اعمل فويس ساعه ونص واقوم في الاخر ده بس كان عشان انا عايز اتكلم مع نفسي شويه فاحس ان انا بخاطب حد فاهم. انا اكتر بني ادم بتكلم لو حد ما بيتكلمش نفسه فده غلط. يعني اصلا الواحد لازم يبقى عارف هو عايز ايه وبيحب ايه وبيكره ايه وكده، فمن وقت للتاني لازم يتكلم مع نفسه ويشوف افكاره كده ماشي. فزي ما كنت بقول برضه لو حد لقيته عمال بيقول فيك حاجات هي مش فيك ابعد عنه وحاول تطلعه لو الشخص اللي تقدر تطلعه من حياتك طلعه من حياتك، لان فعلا ده هيقلل ثقتك من نفسك وخلاص. انا الحمد لله انا يعني حته الثقه في نفسي دي ما انا عارف نفسي وعارف انا ناجح في شغلي ازاي وعارف انا الحمد لله بحافظ على صحتي ازاي وعلمي عامل ازاي وكده. ما انا زي ما قلت لكم الواحد ممكن يكون صغير في السن شويه لكن الحمد لله الحمد لله يا رب دماغي مش عايز اختار ولا كده، بس يعني ايه على علم يعني على الاقل الحمد لله عندي شويه علم كويس او كده. على بعد 600 متر الحمد لله الاستمرار على اليمين عند مفترق الطرق. ماشي. يعني في حالتي انا الكلام ده ما قللش من ثقتي ابدا، لكن كان بيعصبني بقى او لما بيتقال قدامها يكرهها فيا.
فانا بقيت شخص بقى زي ما قلت لكم نرجسي متشدد، والحاجات اللي كنا عمالين بنقولها كنا بناخد اللفه دي. انا بسكتك واقوم رايح انا مكان هروح بجد مستفز جدا. اقول جوجل مش طريقه، لو في سواقه ذاتيه ياه. فالمهم يعني لو الواحد الحمد لله الاولى ان هو عارف هو ناجح في حياته ازاي، وعارف هو على ايه دي، وان هو على الاقل عارف نيته الخير، ان هو انا مش بحاول اعمل الكلام ده ابدا عشان بتحكم ان هو ليكي في الاول وفي الاخر، سواء انا كنت بتكلم تشيل الصور او حجابك، فهو ليكي قبل ما هو يكون ليا، او مثلا الصحبات اللي هم الصحبه اللي مش كويسه، لكن صاحب انا عمري ما قلت ما تبعدي عن صحباتك، اللي هو ما يبقاش ليكي اصحاب خالص، ولا يبقى ليكي ولا قرايبك ولا الكلام ده بيبقى تحفه. لكن لا، يعني الحاجه الوحشه بس اللي بحاول اشيلها منها زي ما قلت لكم، والله 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 انا لو كانت هي بنتي، عشان ما تقعدوش تقولوا كده، انا كنت هعمل معاها الحاجات دي من كتر، لان انا كنت من كتر يعني مش عايز اقول بعشقها بقى والكلام اللي هو اللي مش صح ده، لكن انا كنت بحبها جدا 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 والله جدا فعلا، زي اب بيحب بنته جدا، مش اب عادي، لا اب بيموت في بنته، روح في بنته كده. فكل ده كنت بعمله اقسم بالله عن حب، لا عن مرض ولا هو عن نرجسيه ولا هو عن عايز، ما كنتش بحس بحاجه يعني، والله لما بقوم عامل كده ايه ده، انا ما بزيدش اي حاجه، مش هزيد اي حاجه، هي لو لبست حجاب كامل انا ما طرتش يعني، ولا لا كان انا عشان بحبك وعشان عايز احافظ عليكي وخايف عليكي فبعمل كده. لكن هستفيد ايه؟ يعني الناس الكبيره العاقله، انا كده ماشي، انا زي قولوا لي ايه الاستفادات اللي ممكن استفيدها من موضوع زي ده، ان انا بتحكم ببنت انا بحبها، ايه التلذذ في ده؟ لو حد مريض هو اللي يقول لي الموضوع ده فيه بنحس بفرحه وتلذذ، انا وانا اعمل فيديو انا ماشي على 70 يعرف طريق، عشان كده اوصل في 70 ساعه. بالمناسبه انا حاجز في الاوتيل اوصل بالليل كده عشان عمال واحد هو بيتكلم ما بياخدش باله. على فكره دي اول سفريه تقريبا اسافرها لوحدي بالعربيه، او اول سفريه انا اسافرها من غيرها، يعني كان قبل كده بيبقى من غيرهم، كنا بنبقى باكج على بعض، مش انا وهي بس، انا وباباها ومامتها واختها، اخوها كان في الغالب بيبقى في شغل في الكلام ده، كنا بنبقى احنا الباكج، كنا بنسافر مع بعض كتير. ممكن لما نسافر هناك مثلا نتمشى شويه احنا على البحر شويه او الكلام ده، اغلب الكلام ده كانش بيضايقني والله العظيم، كتير جدا بالعكس انا بحب، لان انا كنت بحبهم، والحد مش كنت انا بحبهم فعلا، اهلي يعني قالوا بحبهم زمان من وانا صغير اصلا، يعني سبحان الله برضه لو حكيت لكم من واحنا صغيرين كنت بروح ابات عندهم، وفي الافراح او في الحاجات كده لما يبقى في مثلا فرح في دمياط او في حاجات من دي، فانتوا عارفين في الافراح مثلا بيبقى في بيات وكده، فاحنا نروح نبات عندهم احنا صغيرين وكده، فانا اصحاب طول عمرنا اصحاب حبايبي يعني، ما اقدرش يعني. عشان كده كنت لما الموضوع حصل فيه نهايه قلت يا ريتنا ما كنا قرب، لان اكيد ممكن نشوف بعض تاني، واكيد ممكن الموضوع ده يوجعني انا، ليه انا مش عايز اشوفها عشان انا، مش عشان انا يعني، لكن لا عشان ما تتوجعش، كفايه الوجع اللي حصل خلال العلاقه يعني. لحد دلوقتي انا مش عايز اقول انا كنت ايه كل حاجه وجعتني، كل حاجه انا بقول الاخطاء بس اللي كان الواحد يقدر يتصلح منها، كده اتوجعت في حاجات كتير جدا 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 اقسم بالله، وهي يعني لو كده يعني هي لا تقول، حتى هي كانت بتوجعني فيها، حتى في حاجات هي كانت بتوجعني فيها وترجع تقول انا ما اعرفش عملت كده ليه. فانا كنت اتألم جدا، حد بقى انت بتحبه وروحك فيه، ده غلط، ما تعملوش بالله عليك، ما تعملوه قبل الجواز، النبي ما ضرب دي اكبر غلط، ما تحبش قبل الجواز، الحب بيجي بعد الجواز، صح، الحب بيجي بعد الجواز ماشي، حصل قبول وحصل الكلام من ده وبقينا كده، لكن بقى لا يعني امسك نفسك، لا ما تحبش بقى ولا كلام من ده، واذ وحبيت ماشي، والحب انا مش بقول انه حرام وكده، بس انا كنت بقول علشان مصلحتك انت، الحب جواك، ما تقعدش بقى ده انا بحبك، ده انا مغرم، ده انا يا سلام، طبعا كل الكلام ده كله حرام، هو ده انا بقول لكم اي غلطات وده كان حرام وانا كنت بعمله، انا اسف سامحني يا رب والله العظيم. وطبعا الواحد بيتوب من كل حاجه وممكن اقع فيه تاني، انا ممكن اقع فيه تاني عادي جدا، بس على الاقل بقى يعني ابقى اسمع الفيديو ده اقول لنفسه، وعلى الاقل ممكن يبقى في حد فيكم احسن مني بكتير، او نفسه اقوى، مش زي نفسي الضعيفه، فما يقعش فعلا، يخلي الحب بقى يحب مراته بقى ويعشقها ويعيش معاها ويعمل حياتي، الله اقسم بالله برنس. لما تشوف انت النهارده صديق الراجل اللي عمل كده قدر يتحكم في مشاعره عشان تفهم الراجل، لكن الحب والهبل
عبط اللي بنقعد نعمله قبل الجواز ده غلط. واقسم بالله برضو حاجه ثانيه، انا ما كانش يعني انا ما كانش لا نيتي انا جنبت ان انا ابقى احب قبل الجواز ولا اغلط الغلطات دي ولا كده ولا ابدا. رب مش عشان برضو بقول لكم ان انا شكلي حلو ولا عايز ابان، انتوا كامل احترامي كده ما يفرقش معايا نظره الناس يعني. المهم قدام ربنا عالم نيتي ايه. فانا كان نفسي نكتب الكتاب، ونخلي نعمل بعد كده بقى يعني برضو مش رقص وكلام من ده. هنعمل لو قلت فرح ناس هتفتكروا الفرح اللي هو المتخلف اللي هم بيعملوه ده، اللي هو رقص واغاني ورقص مراتي والفوتوغرافر والشغل الدياسه ده. لا لا لا، بعيد عني خالص الهبل ده. لما اقول على فرح انا قصدي فرح حقيقي، يعني فرح اللي هو اهلي واهلي يتلموا، نقعد كلنا في مكان، نقدم جاتوه وشوكولاته، ممكن نتصور معاهم، دول يتصوروا مع، يعني نتصور احنا العيله مع بعضينا. ممكن برضه نجيب مأذون تاني يقول كلام بقى نصايح لينا وحاجات من كده، والناس اللي قاعده تسمع. هو ده بالنسبه لي الفرح، وده اللي انا كنت هعمله، ده اللي انا حاجزه. القاعه المحجوزه دي حاجزها كده، وقايل لهم ده هيبقى في رقص ولا اختلاط ولا كيكه ولا الهبل اللي بتقعدوا تعملوه ده يعني، ولا ده ولا عايز حد يبص على ولا هتبقى عامله ميك اب قدام الناس ولا كده. بالمناسبه برضه انا كنت موضوع الميك اب ده ما كنتش عارف في الاول ان هو غلط وان هي زينه وان هو كده، فكنت قابل بيه للاسف من جهلي ان انا كنت قابل بيه. لكن لما عرفت ان هو لا ما ينفعش، فاكيد انت لا برفان هتحطيه مثلا قدام عشان ما حدش يشم ريحتك، ولا روج واللي رايح واللي جاي يبص على جمالها. ليه يا عم؟ ليه؟ يعني انا مش فاهم بجد والله العظيم اللي كده ليه؟ وانا برضه لو اب مش عايز اقول حاجه والله العظيم، انا اب مثلا ابو انا مش عارف والله العظيم اب، انا اب اهو. ليه اسيب بنتي اخد ذنوب عليها بسبب انها بتحط ميك اب، بسبب انها بتلبس بناطيل مش يا عم مش ضيقه بس بناطيل على الاقل شو انا اصلا بقول لكم ما فيش بنطلون اللي هو كامل كده، يبقى في حاجات كلنا عارفين، ما انا مش عايزين نشتغل بعض. وبعدين لما كنت في البتاع البنات كلها يعني مش كلها طبعا، في بنات كتير جدا محترمه جدا يعني وكده، لكن 90% او الغالب بيلبسوا بناطيل جينز، واحنا عارفين الجينز ده يعني ايه. فانت بتسمي نفسها محجبه عشان حاطه طرحه على شعرها، انا كده محجبه؟ لا والله. والحاجات الطرحه دي اللي هي اصلا باين نص شعر، حتى مغطيه كله يا ستي، ومغطيه شعرك كله ورقبتك كلها. يا فرحتي بالبنطلون ضيق، يا فرحتي بالبلوزه الضيقه وانت لافه. والله ما عارف ده ايه يعني. الابهات ايه والمتجوزين ايه برضو مع مراتاتهم. هو ايه يا جدعان؟ يعني خدوا بالك، انا ممكن انا ما اكرهش حد قد موضوع الدياسه ده. انا ممكن اعمل فيديو والله العظيم 50 ساعه مدته كده علشان ايه؟ يكونوا رجال. والله العظيم فيديو بقى لكم خليكم رجاله يعني. انا يا فرح انا مش عارف والله العظيم، لما انت تبقى بنتك بتنزل كده يا راجل يا مضعر انا معلش بقى، يا راجل يا خروف يا مش راجل اصلا. انت تبقى انت اهو اب وسايبها بتنزل بالبناطيل دي وبالهدوم دي. يا زوج يا مساء الفل، ايه مراتك عمال بترقصها في الفرح قدام الناس وبتاخدها، والله ده انتوا رومانسيين جدا على فكره، انتوا كده حلوين يعني انا بجد والله العظيم عيني في عينك كده. لا ديوس يلا، لو بتتفرج عليا اطلع على والله لا اقسم بالله نفسي اشتم مش هتفهم، بس هنقول ايه بس اطلع يا ديوس بره الفيديو بتاعي، مش عايزك تتفرج عليه يا ديوس يا ديوس يا ديوس، اطلع بره الفيديو بتاعي. الديوس يطلع بره الفيديو بتاعي يا جدعان. اي حد لو مش عارف يعني ايه ديوس، يعني لو انت سايب مراتك سايبه شعرها ولا بتحط ميك اب ولا بتحط برفان ولا مش عارف بتتجمل ولا بتتزين ولا كده، اطلع يا قرن بره الفيديو بتاعي ماشي. لو انت اب برضه نفس الكلام وسايب بنتك واطلع يا قرن بره الفيديو بتاعي. انا ما شرفنيش ان تتفرج عليه على فكره، انت قليل انت قليل تديوس. انا مش عايز لا تديوس، وانا ما بكرهش حد بقى الديوسين. لو انا بكره حد فهم الديوسين يعني. ما بكرهش البنات اللي بيتبرجوا او اللي هو التبرج يعني قد ما بكره الراجل الديوس. ليه؟ لان هي لو هي لا مؤاخذه في بيتها راجل ما كانتش هتنزل كده. لو ابوها كان راجل ماشي، ولا اخوها كان ولا جوزها كان، ولا اخ احيانا بيبقى مغلوب على امره. الاخ احيانا بيبقى مغلوب على امره ازاي؟ بيبقى ابوه هو مثال المظهر، يبقى هو يروح يقول له يا ابويا خليك يعني عيب كده يعني، بنتك خليها ده سيبها براحتها، ولا انا المسؤول يلا يا ابن يا ناس يا اولادي يا ديوسين يا عالم يا ديوسه.
والله ما منتج الكلام ده ومنزله زي ما هو كده، واللي يزعل يزعل يطلع بره الفيديو بتاعي. انا قلت ان شاء الله حتى يا رب يعني اللي هيسمع كده حد قريب وهو ديوس اطلع عادي، ما يفرقش معايا صراحه. انا انت ديوس، انا مش عايزك في الفيديو بتاعي زي ما انا قلت لك، ما بكرهش في حياتي قد الناس الديوسه. وانا ممكن بجد والله اعمل لك محتوى اقعد اهزق فيك ساعه ونص علشان انت ديوس. استرجل. فارجوك ولو انت ما كنتش عارف ماشي، لو انت ما كنتش عارف فانا عايز اقول لك ان في زماننا ده ما فيش حد يعني الا من رحم ربي اللي بيغض بصره. ماشي، كله ماشي بيتفرج على ايه؟ على مراتك. والله العظيم بيتفرجوا عليها على السوشيال ميديا، بيتفرجوا عليها إيه، على في الشارع بيتفرجوا عليها، بس هي العربيه كده بصص بصه إيه يعني، فبتتفرج في مراتك مستمتعين بيها، فانت مبسوط بده. لو انت مبسوط بده يبقى انت ديوس. طب انت مش مبسوط بده، طب ما تغير، ما تخليك راجل، خليها تعمل كده. وعلى فكره بتاخد ذنوب، انت كمان بتاخد، يعني هي بتاخد ذنوب ماشي. انا مش هنصح بقى البنات ولا هقعد اقول ولا كده عشان ما يقولوش بقى انا في برضه. لو اي بنت شايفه ان انا كده اللي هو قصدي اللي هو هذا الشخص اللي مش عارف ايه المتحكم المريض القديم وكده، طالع بره الفيديو بتاعي برضه. بس انا عارف ان معظم المحتوى هيبقى اللي بيشوفوا رجاله، فانا بقول للرجاله كده. لكن البنات طبعا يا ريت تلتزموا بالحجاب الكامل، ويا ريت تعملوا كده. لكن انت يا راجل يعني هتشوف يعني البنات اكلمها بطريقه مهذبه، لكن انت كراجل ديوس انت مالكش غير ان تقول لك يا ديوس. خليك راجل ارجوك، حاول تلحق ما تبقى من، لان ديلك وقرونك صعبين والله. ولا اقسم بالله انا بهزق، استنى يلا، بهزق الخروف اللي انا بقول ان انت خروف. والله العظيم الخروف راجل بيغير على عرضه، لكن انت مش عارف انت ايه. ده الشيطان بيغير على عرضه بقى ايه؟ انا ما اعرفش والله لازم انتوا ايه. فالافراح والاختلاط والكيكه دي نقللها يعني. الاستمرار على اليسار عند مفترق الطرق. مش مفترق طرق على فكره، هو طريقين يمين وشمال، واضح ان هو مش يمين. بكلم جوجل. انتوا عصبتوني يا جدعان، عصبتوني يا ناس يا ديوس، عصبتوني. والله العظيم اقسم بالله انا بشوف الفيديو ده ولا واحد انا مبسوط ان انا عملته. يا عم انا ذكي، احنا خرجت شويه طاقه سلبيه عشان اوصل لدهب واعيش اجمل اليومين هناك في دهب وفي طابه وفي راس شيطان ان شاء الله. برضه راس شيطان مش عارف اسمها كده ليه، بس ماشي يعني اعيش في النويبع. ناوي اعيش تجربه جميله كده ان شاء الله ونستمتع بيها، نخرج كل الشحنه السلبيه دي لحد ما ان شاء الله نلاقي الزوجه المثاليه اللي بتحافظ على نفسها وتبقى مبسوطه ان معاها راجل بيحافظ عليها، وهو اصلا ده واجبي. انا مش عارف انا داخل اعمل ايه يعني بجد والله العظيم. في رجاله كمان بتسمح، انا برضو من النوع اللي ما بسمحش بشغل مراته. الحمد لله ده ما حصلش معايا فيه مشاكل، هي ما كانتش عايزه تشتغل اصلا. هي يمكن قالت لي في الاول خالص وانا كده قلت لها ايه ده، انا بعد الكلام اكتشفت ان هي ما كانتش عايزه تشتغل، ولا عمرها كلمتني في الموضوع ده خالص ان هي عايزه تشتغل ولا كده خالص. مش هقول انها كده، بس انا مع فكره ان ما احبش ان مراتي مش بقول اهوت انا مع فكره ان البنات ما تشتغلش. بالعكس اقول لك ليه اشتغل، انا مبسوط جدا عشان لما مراتي مثلا تتعب ولا كده اروح لدكتوره بنت، عشان لما تبقى عايزه تصورها فوتوغرافر بنت. طبعا في مكان انا وهي بس، مش هصورها يعني قدام ولا. والصور دي لينا برضه ذكرى عشان ما حدش يسرح بخياله. والمناسبه انا لو خطبت او اتجوزت او لا لو خطبت او كده مش حدش يسمع نهائي اي حاجه عن ابدا ابدا ابدا. حتى والله العظيم نهائي ما تحلموش يعني. انتوا دايما اصلا مثلا حياتي معظمها سري شويه. انا شغلي 90% ما حدش يعرفه، هو ده اول حاجه انا ممكن اعملها واظهرها للناس. عملت شغل كتير جدا جدا ما حدش يعرفه، قفلته وفتحته وناس ما تعرفش اصلا ان انا كنت اشتغلت فيه ولا كده. لكن ما بالكم بقى باهم حاجه في حياتي اللي هي مراتي او عرضي، اكيد مش هظهرها ولا اكيد انت المفروض تظهرها. انا برضه ما اتمناش في حياتي قد ان كل اب يغير على بنته وكل زوج يغير على مراته، عشان نبقى مجتمع حلو، عشان ما نبقاش حيوانات، عشان ما يبقاش كله في كيكه كده. مش عايزين الكيكه دي، مش حلوه. عايزين كل واحد. هو المايك لسه شغال؟ اموت هو عشان اشوف المايك لسه شغال ولا لا. شغال. عشان يبقى كل حاجه على الاقل تمشي صح. والله يعني بالله يا رب الفيديو ده يوصل لمليار واحد مسلم عشان يتظبطوا بقى، لان احنا فعلا احنا فين، بالذات مصر احنا فين؟ والله العظيم احنا فين من يعني من ايه اللي من الاسلام والدين؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يعني لما الافراح كلها كده والخروجات كلها كده والجامعات كلها كده والنوادي كده ايه ده بقى؟ يعني انا ما بحبش انزل من البيت برضه علشان كميه يعني انا بعمل ذنوب يعني كفايه ذنوب الخلوات مثلا. لو احنا بنعمل ذنوب خلوات ولا كفايه يعني ما يبقاش كل يعني
نزلت الشارع لازم اخد ذنب، لازم في بنات ما همشي اغض بصري ولا كده، بس انا همشي اعمل كده عشان اغض بصري. انا لا يعني مكان انا بحب انزل النادي عندنا في المنصوره، واقسم بالله لو غضيت بصري يعني يبص في السماء وممكن الاقي بنت طايره مش عارف اعمل ايه، يا اما امشي عامل كده والله انا اغض بصري أو في الارض بقى اللي هو كده تحت الخطوه اللي انت ماشيها. ده الحل الوحيد، لكن تستمتع بالنادي بس وتتفرج على النيل والحاجات اللي زي، عشان كده حتى بقيت النادي ما بقتش احب انزله. فارجوكم نظفوا المجتمع شويه عشان احنا نعرف نعيش. يعني انا اي واحد بقى مريض او كده، يا عم لا يا عم خلينا نتفرج يا عم، خلينا نستمتع يا عم، لا بطل يا لا ما تتكلمش، هم عايزين كده. اقول لك على حاجه، متصالحين مع كده جدا الشباب اللي هم مش احسن حاجه، لكن طبعا ربنا هديه واحسن مني ما نفسوش في كده، لكن المعظم هيبقى عايز يتفرج على لحمكم وعرضكم. ماشي، المعظم عايز يتفرج على مراتك وعلى بنتك، المعظم عايز يعمل كده. لكن محدش بيحب للاسف الصح، ومحدش بيحب المواجهه. فانا زي ما قلت انا مش والله ما افضل الكلام ده بالذات، واللي يزعل يزعل ان شاء الله يا رب. كل اللي كانوا عندي يبقوا ديوسين وزعلوا، دماغك في اقرب حيطه، للاسف ما فيش هنا الا جبال، اخبط دماغك فيها ارجوك. والله العظيم مش فارق معايا زعلك ابدا، والله انت قد كده، انت بالنسبه لي قد كده، ولا لا انا عايزك لا صديق ولو قرابه في اللي هو ايه اللي هو ماشي نسال عن بعض ولا كده، عشان ما بقاش قطعت بالرحم ولا بكده. لكن انت اللي زعلك ان انت ديوس فعلا، صلح من نفسك احسن لك، وخليك راجل في بيتك ده. يعني خليك راجل بالله عليك، نزل مراتك لبس محتشم. يا سلام طبعا لو انتوا بتتكلم في النقاب وفي كده، انا كنت بتمنى حاجه زي كده. بس يقول لك يا عم على الاقل الخمار، الحجاب العادي، على الاقل ما يبقاش ريحه قطرها من على بعد 70 كيلو شاممها، ما تبقاش نازله متسقسقه في ازازه برفيوم عشان انت شيك يا راجل يا شيك. بحس ان انا طلعت بره الفيديو خالص ورحنا الحته، بس هي الحته دي فعلا، واقسم بالله العظيم انا حاسس ان معظم عدم البركه في حياتنا بسبب حاجتين: الربا رقم واحد بالنسبه للاقتصاد بتاع العالم كله، ماشي، هو اقتصاد مصر، حته الربا والبنوك والكلام ده، وحته المليطه بقى، الكيكه اللي بتحصل. والله العظيم حاسس ان قله البركه بسبب الاثنين دول بالذات. طبعا في حاجات بالهبل بلاوي بالهبل، بس هم دول اللي كتير قوي بقى كله بيستخدم، طبعا كله بقى غيبه. على بعد 800 متر الاتجاه نحو اليمين باتجاه الطريق المنحدر. الناس كلها بقت تغتاب بعضها، النميمه كله بينم وكله بيوقع ما بين بعض، والهمزه واللمزه كله شغال. الله ينور، والله العظيم الله ينور. لا احراك والله، مش الله ينور كده يعني اللي هو انت عارف ده كلام مجازي، يعني اللي هو الله يتوب علينا، قصدي يا رب. قصدي انت عمال ملخبطه، اعمل ايه اخش مين؟ على بعد 600 متر الاتجاه نحو اليمين باتجاه الطريق المنحدرة.